تفضل طويل العمر. بالله سؤال واحد لو سمحت باختصار. شكرا. فيصل عباس من عرب نيوز. السؤال معالي وزير المالية، تعقيبا برضو على سؤال الزميل المطلق بخصوص الرسوم. هل حين تفرض هذه الرسوم ستكون مرتبطة بأجر العامل الأجنبي، بمعنى ستكون بأثر تصاعدي كلما زاد أجر العامل ستزيد عليه الرسوم، ولا هي مرتبطة باستهلاك الوافد المقيم في السعودية لليوتيليتيز الموجودة، المياه والكهرباء إلى آخره؟ يا ريت توضح لنا، خصوصا بالنسبة لنا في عرب نيوز بيهمنا المسألة هذه للأجانب المقيمين في السعودية. شكرا. شكرا. جاوب. مرة ثانية بس للتوضيح، هناك نوعين من المقابل المالي صدر فيها قرار مجلس الوزراء اليوم. النوع الأول هو المقابل المالي على أهل المقيمين، أهل العامل نفسه أو المرافقين له، فبعدد الأفراد في مبلغ مالي سيدفع شهريا، وهذا المبلغ يتزايد بغض النظر عن دخل الشخص. هي مقابل مالي للخدمات التي يتمتع بها هذا المقيم وأفراد عائلته في المملكة. هذا يتزايد سنويا إلى 2020. الرقم ليس كبير جدا، أعتقد أنه 100 ريال يتزايد سنويا 100 ريال. المقابل المالي الآخر هو المقابل المالي اللي الآن موجود، هو مقابل 200 ريال في الشهر على العمالة غير السعودية التي تزيد على العمالة السعودية عند صاحب العمل. الجديد هو أن هذا المبلغ سيتزايد من الآن إلى 2020، وسيكون في مقابل مالي حتى على العمالة غير السعودية التي تعادل العمالة السعودية. يعني أول كان في، إذا كان صاحب العمل عنده 100 عامل منهم 40 سعودي و60 غير سعودي، المقابل المالي 200 ريال اللي كانت تفرض على 20 فقط اللي هم اللي أكثر من السعوديين. اللي حصل اليوم أنها هذا المقابل المالي سيزيد تدريجيا اللي على 20، وفي مقابل مالي على 40 أقل من هذا وسيزيد تدريجيا. التفاصيل موجودة وستوضح، موجودة، أعلنت اليوم في قرار مجلس الوزراء. سؤال من جهة هناك.